وإنما يستيقظ للفجر أحد شخصين اللي كينوض للفجر، واحد في اثنين، إما خائف أو محب، إما واحد خايف من عذاب الله، نسأل الله العافية، فمثل هذا لا يستطيع أن ينام الفجر، وإلى نعس واستيقظ من بعد ما فات الوقت كينوض ندمان خوفان. ومن امتلأ قلبه خوفا فهو لا ينام إلا على وجل، كينعس وهو خايف، حال هذا كيفيق بإذن الله، وربي كيكرمه بذاك الوقت العظيم الذي أقسم الله به في القرآن والفجر. وفي الحديث الصحيح من خاف أدلج، والإدلاج هو السير بليل، يعني بنادم فايق بالليل لعبادة الله. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، والمنزل إنما المقصود به الدرجة العالية في الجنة، اللي بات في العبادة يوصل بإذن الله إلى المنزل العالية في الجنة. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فإذن يستيقظ للفجر خائف من ربه يعرف لله قدره ومقامه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، خاف مقام ربه أي أدرك وعلم ما لله من شأن ومقام عظيم، فعظم الخوف في قلبه لعظمة المخوف وهو الله عز وجل. الصنف الثاني الذي يستيقظ للفجر المحب، الذي أضاف إلى خلة الخوف صفة المحبة، عرف ربه وعرف جمال النعمة التي أنعم الله بها عليه، فأحب جمال الله الذي تجلى عليه في النعم التي أفاضها عليه، بدءا بنعمة الحياة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ النعمة الأولى اللي أعطاك ربي عز وجل أنه خلقك أولا، وكان يمكن أن لا يخلقك فلا تكون شيئا مذكورا. ما خلقكش ربي بزز عليه، لا سبحانه، إنما خلقك بإرادته سبحانه، هو بغى يخلقك، ولكن ما بغاش ما كانش لي رغمه، فهو سبحانه وتعالى الحاكم، هو القاهر فوق عباده. ثم أنعم عليك بنعم شتى، أرفعها على الإطلاق أنه هداك للإسلام. ألم يكن ممكنا أن يخلقك من أبوين يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين؟ بلى، وانطبق عليك الحديث نعوذ بالله، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأعلى نعمة قبل الخلق وبعد الخلق أن يهديك الله إلى الإسلام، أن يجعلك من أبوين مسلمين ويهيئ لك أسباب الهداية. فكيف لا يشكر العبد ربه؟ كيف لا يحب العبد ربه؟ قلب طالع النعمة الإلهية والمنة الربانية لا يمكنه إلا أن يحب هذا الرب العظيم الكريم ذا الجلال وذا الجمال سبحانه وتعالى. لا يمكن للعبد الصادق إلا أن يحب من أعطاه هذه الخيرات وهذا الجمال. فمن أحب ربه استحيا ألا يكون وقت النداء وعند الموعد. ربي يعطيك واحد الموعد، قال لك سبحانه وتعالى لقاك فيه حشومة ما تجيش للموعد. إن كنت محبا لله حقا فالله عز وجل ضرب لك أول موعد للعبادة من كل يوم الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية المباركة بحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويلتقون عند صلاة الفجر. يعني سيد النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بأنه الملائكة الكتبة والحافظة اللي يكتبوا أعمال بني آدم ويطلعوها لعند الله عز وجل كاين جوج ديال الفرقات، وحدين كيخدموا بالليل ووحدين كيخدموا بالنهار، بتقسيم بديع عظيم من رب العالمين. يتعاقبون أي يتداولون، اللي يخدموا بالليل في النهار كيمشيوا يطلعوا للسماء إلى عند الله عز وجل يبلغوا ليه عمل بني آدم، والله عليم بذلك قبل ذلك. ولما كيطلعوا هما كينزلوا ديال النهار، ملي كيجي الليل كيطلعوا ديال النهار وكيهبطوا ديال الليل.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويلتقون عند صلاة الفجر. الوقت اللي كيتلاقوا فيه الملائكة ديال الليل والملائكة ديال النهار كيتلاقوا فيه في الأرض هو الوقت ديال الفجر. ويحضرون الصلاة مع العبد ومع العباد. تصور هذه الصلاة المشهودة، مشهودة أي تشاهدها الملائكة، كتحضر لها الملائكة كلها، الملائكة دا ديال الليل ولا ديال النهار حاضرين كاملين، وداك العبد اللي خدامين معاه ما كاينش. مشكلة، مأساة فعلا، والله إنها لمأساة أن يحضر ملائكة الليل وملائكة النهار ويغيب المعني بالأمر، مول الخدمة ومول الشغل ما كاينش. وقت عظيم يضيع من حياة العبد لا قدر الله، مأساة. والفجر كلمة واحدة تحمل من الخير والبركة والشأن عند الله ما لا يستطيع عبد لو عبد الله حقا وصدقا طول حياته أن يشكر الله تمام الشكر على ذلك. ما يقدرش الإنسان يقول راني وفيت الله تعالى الشكر الكامل على هذا الوقت العظيم اللي عطينا، ما تستطيع. ولذلك المؤمن أنه يدير في قلبه الإحساس ديال الإيمان، ومن شروط إحساس المؤمن بالإيمان أنه هذا الوقت العظيم يعطيه قيمة، وإلا حضر ليه يحمد الله. راه ذاك النهار مبروك، النهار اللي يصلي الفجر مع المؤمنين في الجامع، اعلم بأن هذاك النهار عندك فيه الخير إن شاء الله عز وجل. والنهار اللي يقدر عليك الله، لا قدر الله أنك ما تجيش لسبب من الأسباب، خصك تحس بالحزن والأسى أنك ما حضرتش. إن كان لعذر، إلا عندك شي عذر شرعي حقيقي فربي تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن ما يعجبكش الحال مزيان تحس بالأسى. لأن الصحابة كانوا رضي الله عنهم كيبغيوا يمشيوا للجهاد والقتال مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عدد منهم ما عنده باش يشري السلاح، ما عنده باش يشري العود، ما عنده والو. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده لا جمل ولا عود يعطيه له يركبوا عليه، ولا سلاح شيط يعطيه له يقاتل به. داك الشيء اللي كان عنده عطاه القسمة، وقسمة ما بقى له ما يعطيه. هذا النوع من الصحابة كانوا ولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كيرجعوا مساكين وهما يبكيوا أنهم ما لقاوش باش يشريوا السلاح ولا باش يشريوا العود ولا باش يشاركوا في هذيك الغزوة. ها العذر عنده، ماشي ما عندوش العذر، ربي تعالى كاتب له الخير وكاتب له إن شاء الله أجر ذاك اللي مشى وقاتل في سبيل الله. ولكن مع ذلك لأنه هذاك العبد مؤمن، الإيمان اللي في قلبه كيخليه حازن أنه ما لقى باش، فالمؤمن الحقيقي وخا عنده العذر وما جاش الفجر ما يعجبوش الحال. الشعور والإحساس بالأسى هذه أمارة من أمارات الإيمان. أما إذا ما عندوش العذر خلاص، فهذا خصو يبكي على عمره ويبكي على ذاك الخير الكبير اللي ضيعوا باطل يعني بدون سبب. هذا كيدل على تلف وعلى الضياع ديال الفكر وديال العقل ديال الإنسان. الأيام ديالنا الإخوان معدودة ماشي عديدة، العديد هو الكثير والمعدود هو القليل، كيتحسب ولا يعد إلا القليل. أيامنا معدودة بهذه الدنيا، وعمر العبادة ديال الإنسان أقل من عمره بكثير. العمر ديالنا ديال العبادة صغير. ألا ترى أن التكليفة يعني فوقاش كيبدا يحسب عليك الله تعالى السيئات والحسنات حتى تبلغ مبلغ الرشد حتى كتولي رجل راشد. فإذا مشات بعد الطفولة ديالك والصيبة ديالك خارج العبادة. الطفولة ديالنا كتدوز خارج العبادة، ما كيتحسب لينا ولا علينا، وإنما العبادة تبتدئ بمبلغ التكليف. صحيح أن الصلاة أمرنا أن نربي أبناءنا عليها ل70 ونضربهم ل20، ولكن على سبيل التدريب، لأن واحد العبادة ديال ديما ما يمكنش حتى يبلغ البلوغ ديال التكليف وتقول له صلي، غتجي صعيبة. هذه حاجة ديال ديما سوء تربى عليها، ماشي بحال رمضان واخا ما يصوم شيء حتى يبلغ المبلغ ديال التكليف وتقول له صوم، هذيك الساعة عنده الطاقة باش يصوم. ثم هو عبادة شهرين من السنة كيدوز، ماشي شي حاجة ديال ديما، حاجة ديال الدوام. خصها تربية طويلة المدى، تربي عليها اليوم وغدا وبعد غدا
لأن النفس كتعجز على الدوام. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. النفس كتعجز على الدوام. أما صعب الصلاة ولا الصيام من حيث الفعل، يعني الخدمة ديال الحاجة، الصيام صعيب، تصلي 2 ركعات ولا 4 ركعات أخف بكثير من أن تصوم يوما. ولكن في المآل يعني في النتيجة الصلاة صعب. علاش صعب؟ لأن الصلاة ديما، ها الفجر ها الظهر ها العصر ها المغرب ها العشاء ها غدا ها بعد غدا ديما. فالصعوبة ديال الصلاة هي في الدوام ماشي في الفعل ديالها. أما الفعل ديالها سهل، بالعكس فيه راحة للبدن، كيرتاح الإنسان، ترتاح النفس ويرتاح البدن في الصلاة، وهذا يشعر به المؤمن. فإذن مشقة الصلاة أقل بكثير من مشقة الصيام، إلا أن آثار الصلاة كبير نظرا للدوام الحاصل فيها. طيب، لهذا جاء فيها التدريب من الصغر من 7 سنين، والإلزام من 10 سنين، ولكن الحساب ما يكون حتى لسنة البلوغ، هذه ولي الحساب الرباني. إذن عمر كبير كيضيع لنا بين قوسين خارج العبادة. هذا الشيء اللي جبنا هذا الكلام، هذا عمر كبير ديال الطفولة ما سالش. يعني كيقدر الإنسان يحصل له البلوغ بين 18 سنة و17 سنة، إذن راه قريب الثلث ديال العمر ديال بنادم مشى خارج العبادة. قالت لك يلا التلتين إذا طول الله تعالى العمر. وأعمار أمتي في الحديث الصحيح ما بين 60 و70. الإنسان إذا وصل 60 سنة كيبقى له الفضل ديال العمر، الفضل النهار اللي زادوا بركة. فالمؤمن اللي هو عاقل كيحسب أيام العبادة بهذا الحساب ويعرف بأنها قليلة. فما بالك إذا كان قد مضى من عمره الراشد سنوات خارج العبادة؟ إذا كان هذا الإنسان بلغ مبلغ الرجال أو بلغت مبلغ النساء وما كيصوم ما كيصلي، أو كما هي كتير العادة ديال كتير ديال المغاربة كيصوم ما كيصلي، تدر 40 عام أو حتى دار 50 عام عاد هو جاي للجامع. الله تواب رحيم، هذا ما كنتكلموش عليه، يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى في كل وقت. ولكن من بعد ما جيت تائب وانت مضيع سنوات خارج العبادة، باقي تفرط عود في الصلاة ديال الوقت، باقي انت عندك الوقت اللي تضيعه واللي تفرط فيه، وقد فرطت في عمرين قبل ذلك كثير. الله عز وجل بين لنا بهذه العبارات القلائل معاني عظيمة. رد بالك، فجرك ماض أيامك ماضية وليلك سار راحل، بعد أيام يتفلت كل شيء من بين يديك، فلا يبقى لك شيء ولا فرصة للعودة ولا للتوبة.